اكيد بياكل الجو علي، بياكل الجو علي او على أو هذا اعتقاد ولا انت سامع كلام معين؟ انا هذا سامعنا بذنيه، سامعنا بذنيه، وهم سمعت ان ما فينا نغلط. مثل ما يبنى يابر نغموش وتوهقنا فيه الان. كل اي مسلسل اي هذا اي ما يتابعون المسلسلات الباجيه، بس يقعدون يابر نغموش يابر نغموش يابر نغموش يابر نغموش. يعني يابر نغموش ما شاء الله عليه فحاير طاير مع ويا دكاتره ويا لكن دكتور واحد يا دكتور الحبيب، هذه الكلام موحد. بس هو يابر نغموش لما يحاول يطاير ما يعد لك فلان وعلان وفلتان، قال لك يابر نغموش. اقول يابر نغموش، فقالوا ما فينا، يعني قالوا ما فينا نغلط هالغلطه. زين الان في قناه راس خيم الفضائيه موجوده، هل تعتقد انها ممكن تكون يعني تقدم لك شيء كفنان في رايك سعيد؟ والله نقول ان شاء الله. زمان كانوا يصيحون وما عندنا وما تلفزيون وما عندنا تلفزيون وما عندنا تلفزيون وما عندنا. الان يلا التلفزيون موجود، تلفزيون وسووا لكم. يلا وينكم اللي كنتوا تصيحون ماشي تلفزيون وماشي تلفزيون؟ يلا هذا التلفزيون موجود، يلا نبى الشغل الحين. انت راضي عن التجربه الاعلاميه لتلفزيون راس خيمه، الصوره اللي طلع فيها؟ تعتقد انه ممكن يخدمك كفنان اماراتي او فنان من ابناء راس خيمه؟ طبيعي هذا 100%. اذا انت مرتاح من تلفزيون راس خيمه؟ بعد ما بكلمه مرتاح شويه، اقول كلمه يعني من خلال اسبوع تقريبا كانوا يعرضون اللي هي كل الناس يدرون. هاي كل الناس فعلا وايدين ما شافوها، فطع يعني هذه مسرحيه وحده شافوها عن طريق الشاشة. وين ما اسير يعني تخيل انا من فتره كنت في دبي وفي فريج في السطوه. شو ودنك هناك انت سعيد؟ ساير عرس، اقول في السطوه، تخيل طايف حرمه يعني لا من راس خيمه ولا. قالت لي لو سمحت، قلت لها نعم. قالت لي انت اللي في التلفزيون؟ قلت لها اي تلفزيون؟ قالت لي تلفزيون راس خيمه دورك سكران. قلت لها اي نعم. يعني شوف شيء جميل. طيب حلو ان يعني تنعرض الاعمال. فعلا تتوقع ان يكون في انتاج درامي في راس الخيم مثلا؟ نقول ان شاء الله انتاجاتنا بقى اقول ان شاء الله. اسم بتيتشا انا تحررت اسم لكن طلع لقب سعيد. ها اي نعم لقب. من لقبك يا كيف يا؟ والله اللي لقبني عليه محمد سلطان كرم. هذا هم كان بعد ويانا في المسرح. هو كيف طلع لازم يعني اشرحها. اشرح. هي كانت هذه انا بختصرها هي كانت اغنيه هنديه شاشا بتيشا. فعلى ايام الحمرانيه كن ما جاس الربيع قاعدين ويا الشباب وقابضين الطبول كذي ونروحنا ندردش كذي روحنا نغني هذه الاغنيه بروكا مكابرو نتيجا يوبي تشاتشا هام بتيجا وكلام روحي كذي الفت سويتها. نبغى نسمعها سعيد. ها نبغى نسمعها. فيها الفاظ شوي ما لا قول لي زين. فيها الفاظ ما تسمع. يعني سويتها ظني مال ربع ساعه. تاليف والحان. الحان يلا. قمنا وين ما نصير ندقها ونغنيها وفتره من الفترات كذي قاعد اسمع هذا محمد يا قال لي بتيجا غنى لنا بتيجا. بس هي هاي قال بتيجا غنى لنا بتيجا ومنها بتيجا وين ما يصير بتيجا تعغن بتيجا تعغن لنا بتيجا وتم الاسم لاصق بتيجا. حتى في الاعلام يعني في الاعلام ينقال سعيد بتيجا. اقول فعلا ما يضايقك كل شيء هذا؟ ما يضايقني لان لا بيأخر من عمري يوم ولا بيجد. صوتك حلو سعيد، يعني مو بس تمثل، عندك مواهب ثانية. شو المواهب اللي عندك غير التمثيل؟ والله غير التمثيل الحمد لله حتى صوتي يعني لما اقرا قرآن الحمد لله جميل. وكنت افكر والله اني اقرا قرآن انزله على. هل قبل ما تمثل ولا وانت تمثل اثناء عملك الفني ولا؟ هي نعم. تحس ان الفن يعني يتضارب مع الدين في رايك ولا؟ والله في رايي الشخصي لا، لان التمثيل رساله. اقول رساله مو دائما، احيانا تكون رساله سلبيه. توك تقول العمل التوي ما رفضته لان في كان رساله. فعلا
بس حدثنا عن هاي المعلومة، أول مرة أسمعها أن سعيد كان يتمنى أن يقدم سيدي قرآن. فعلا فعلا كنت، ولا زالت يعني في بالي هالفكرة. ممكن تصير، ما راح يتقبلونها الناس؟ طيب من ممثل أن يقدم يكون مقرئ، في رأيك تتقبلونها؟ أقول ليش؟ قارئ ما فيها، أقول قارئ ما فيها شيء. تصلي ما شاء الله سعيد، حافظ على الصلاة. الحمد لله الحمد لله. حافظ أجزاء من القرآن. الحمد لله. كم جزء ما شاء الله؟ عاد كم جزء ما أقدر أقول لك كم جزء، بس تتلو زين. لا حافظين. عندك من تجويد ما شاء الله. الحمد لله. هذا معناته يبرر حضورك المسرحي القوي، ألفاظك صوتك ما شاء الله واضح، مخارج الحروف عندك واضحة، أفادك القرآن في الإلقاء. لأن أنا في عمل مسرحي اللي هو الشبكة كان فصيح باللغة الفصحى، فاستغربوا، كان دور بطولة. أنا حضرت العمل هذا، كنت مذهل فعلا. استغربوا، قال له والله استغربوا، يعني قالوا لي أنت كيف هذا أول عمل لك وذنينا عليك أنت، بس لما تتكلم ولا حرف ولا حرف. قلت لهم القرآن يعني أقرأ قرآن، ولما أقرأ بتجويد، فالتجويد أكيد نحوي، المخارج، الألفاظ، النطق، ويقوم اللسان يعني فعلا، والقرآن بركة على فكرة يعني. فعلا. فاستغربوا. هل هناك وريث لسعيد بتيجة في راس الخيمة؟ في هاي ما أقدر أقول لك، العالم الله. لا أقول في إجابة في عيونك ما أبغى تقولها. لا والله العظيم ما يعني ما أقدر أقول لك. تتوقع أن حد يجي مثلا يوم من الأيام، يعني ما أقول يسكر عليك، ولكن أنه مثلا ينافسك سعيد؟ والله أتمنى هذا الشيء. هل أنت الآن في القمة سعيد؟ ما بقول على مستوى الإمارات لأن عندنا أسامي كبيرة ما شاء الله، لكن في راس الخيمة هل أنت الاسم الفني الموجود الآن على القمة في رأيك؟ والله حاليا مش أنا وسالم العيان، مش أنت وسالم العيان؟ سالم العيان نعم. ايش معنى يعني سالم العيان؟ تقدر تقول كونا ثنائي. مو موسى البقيشي مثلا؟ لأن موسى البقيشي فترة طويلة ابتعد عن مسرح راس الخيمة. يعني لو كان موسى موجود كان فعلا أنا وموسى ثنائي. هذا كان موجود يعني في التسعينات، سرعة قاتلة وناس، يمكن أنت كنتوا ثنائي قوي جدا. هذه سكتشات اللي عملتوها هي السكتشات طبعا، هذه كل من أفكارنا، مو بأعمال فنية ودروس. هي فعلا بالتعاون مع مسرح راس خيمة، ففعلا كان موجود. أما من بعد هذا خلاص ابتعد موسى، دخل العيان، فكونا فعلا ثنائي يعني. سالم انطلق بسرعة كبيرة فعلا. يمكن من سجون 5 نجوم برز كثير. من سجون 5 نجوم انفجرت طاقاته. كان سالم العيان من الناس المتخوفين انهم، فانا اصراري دائما لك الفضل عليه يعني، دائما اصر عليه. قدمت عليه فعلا، قدمت له شيء يعني، علمته اشياء؟ لا يعني ما علمته، لكن دائما اصر عليه، تعال والمسرح فيه، لا وانا مالي شغل. قلت له تعال خلاص، من هنا ريله. لو اعطيتك مسدس في 4 طلقات ما حد بيحاسبك، تشتل فيها منه؟ ما يقدر واحد نشتل حد، بس حتى ولا تتخلص منه، ما بشرط حد، شخص، شيء، صفة، مكان. 4 طلقات واقتل فيها منه؟ تخلص من شو؟ ما بقول تشتل فيها حد، لا ما انصحك. والله ما عندي حد اتخلص منه غير شيطاني. تكفي 4 طلقات ولا مخزن؟ لا الشيطان طبعا تكفي طلقة. عندك حد ثاني بتخلص منه في الحياة؟ ما عندي حد الحمد لله. صفة، شيء فيك؟ الحمد لله. أحس إنك إنسان مسالم داخليا سعيد، يعني عندك سلام داخلي، ما عندك مشاكل مع نفسك. لا الحمد لله، أقول الحمد لله. ما عندك عقد نفسية مثلا، تخاف من شيء، تحس إنه؟ والله الخوف من رب العالمين، من شو بخاف؟ الناس يمكن تحرم إن سعيد يمكن شخص يعني ما بطايش، ولكن إنسان متمرد، إنسان يسهر، يروح يغني بعيد عن جو الدين. لكن أنا من خلال حواري يعني، حتى لو تلاحظ أنت كلامك كله دائما تربط بفضل الله سبحانه وتعالى، وحافظ القرآن ما شاء الله، شيء طيب يعني. هذا فعلا كانوا وايدين ماخذين هاي الفكرة هذه، إني اللي قال سكير، واللي قال زناي،
واللي قال فيه، واللي قال مال ديسكوات، واللي قال مال شاليهات، واللي قال. بس انت الحمد لله ما عندك هي. لا والله الحمد لله لا لو قلت الحمرانيه وتاتشا باتشا باتيتا. لا هذه يعني هاي مثل ما تقول مرحله شباب طيش. لا يعني لين يومك هذا نحن نروح اجازات الربيع، نروح يعني رحلات، يعني رحلات شبابيه. رحلات شبابيه، يعني ما فيها ان هذا اللي ينقال عنه او اقول هذه ما فيها، يعني ما فيها شيء. الحمد لله. الحمد لله. اتمنى لك التوفيق ان شاء الله. وياك ان شاء الله. لا نبغاك تغني شوي ولا تعطينا علق الموال ولا اللي تبغى تقوله. موال